اول حاجه هنشوفها مع بعض هنا فاول على لعيب الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم. طبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها وهي ضربه الجزاء بتاعه فريق النادي الاهلي. نشوف مع بعض هنا هتلاقي لعيب المقاولين بيستخدم اليد مع لعيب النادي الاهلي ومنع اللاعب ان هو يوصل للكره زي ما احنا شايفين مع بعض. طبعا هنا استخدام اليد موجود وضربه الجزاء سليمه، لكن لعبه زي دي لازم يبقى معاها انذار. احنا بنلعب كره القدم بالقدم مش باليد. طالما استخدمت اليد يعني في تعمد، كان لازم الحكم يديله انذار، لكن هنا الحكم حسب ضربه الجزاء بدون انذار. نروح للحاله اللي بعديها وهنا فاول لصالح النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه التحام بالقدم. طبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها وهنا كان لاعب المقاولين بيطلب بضربه جزاء. شوف مع بعض هنا هتلاقي مفيش اي التحام مع لاعبي المقاولين. هنا الاثنين لعيبه بيقعوا. طبعا هنا مفيش ضربه جزاء وقرار الحكم قرار سليم. كمان هنا الفار اكد على اللعبه ان هي ما فيهاش اي التحام ومفيش ضربه جزاء، وطبعا هنا قرار الحكم قرار سليم وقرار الفار قرار سليم. نروح للحاله اللي بعديها وهنا فاول على لاعب المقاولين. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي اللاعب بيستخدم اليد وماسك لاعبين النادي الاهلي. برضه هنا الفاول سليم، لكن طالما في استخدام باليد يعني هنا قوه زايده، لازم مع اللعبه دي يبقى معاه انذار. هنا الحكم حسب الفاول بدون انذار. نروح للحاله اللي بعديها وهنا فاول لصالح النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هتلاقي فيه التحام بالقدم. طبعا هنا الالتحام موجود والفاول سليم. نروح للحاله اللي بعديها هنا فاول لصالح المقاولين. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي فيه تدخل بقوه من لاعبي النادي الاهلي. بص على القدم، طبعا هنا القدم مرتفعه وهنا الفاول سليم والانذار مستحق. نروح للحاله اللي بعديها. الحاله دي مهمه جدا. هنا فاول لصالح النادي الاهلي. هنشوف مع بعض هنا ادي لاعبي الاهلي وصل للكوره. بص بقى لاعب المقاولين يعني مكمل في قدم لاعبي النادي الاهلي. لعبه زي دي الحكم اداله انذار. طبعا هنا الانذار سليم، لكن كان لازم الفار يتدخل ويجيب الصوره اوضح من اللي انا جايبها كمان، لان هنا يعني اللاعب لعب على ركبه لاعبي النادي الاهلي، لعبه فيها تهور، كان ممكن اللاعب يطرد فيها لو الفار اتدخل وجاب طبعا صوره اوضح للحكم. نروح للحاله اللي بعديها وهنا فاول على لاعبي الاهلي. هنشوف مع بعض برضه هتلاقي في تدخل بقوه وهنا القدم مرتفعه. طبعا هنا الفاول سليم زي ما احنا شايفين مع بعض، وهنا الحكم اداله انذار. برضه هنا قرار الحكم قرار سليم. نروح لتقييم الحكم في اهم لقطه في المباراه وهي ضربه الجزاء. طبعا هنشوف مع بعض زي ما شرحناها هنا اللاعب بيستخدم اليد وضربه الجزاء سليمه. ندي للحكم ان هو 8 من 10، لان الحكم هنا حسب ضربه الجزاء، لكن كان لازم يديله انذار زي ما شرحنا اللعبه. هنا التعمد موجود. طبعا برضو تقييم حكم الفار في اللعبه زي ديت ان هو اكد للحكم ان هي ضربه الجزاء سليمه، فهنا برضو حكم الفار 10 من 10.